شايفين بقى السمنة الزبدة من الزيت النباتي. جربوا الطريقة دي طريقة تحفة، طريقة معتمدة. طريقة انا بعمل السمنة الزبدة من السمنة النباتي عن طريق الزيت، مش عن طريق السمنة النباتي، لان السمنة النباتي لما بتتحط على النار وبتتعرض لحرارة عالية طبعا بتبقى مضرة جدا. انا عاملة السمنة الزبدة من السمنة النباتي على البارد وهي باردة. انا بعملها عن طريق الزيت. شايفين السمنة عاملة ازاي؟ سمنة زبدة 100%. 3 كيلو سمنة من مفيش. جربوا الطريقة دي. المرتة بتاعتها اهي، انا مغمقة المرتة كده علشان تطلع الريحة بتاعتها وتقضي على ريحة الزيت والسمنة النباتي. جربوا الطريقة دي ومش هتندموا. خشوا على الفيديو واتفرجوا عليه وما تسيبوش ولا حتة في الفيديو، لان كل حتة في الفيديو فيها سر. اتفرجوا على الفيديو للاخر، واتمنى الشير واللايك، واللي اول مرة يشوفني يشترك في القناة. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الا بذكر الله تطمئن القلوب. نبدأ الفيديو بتاعنا بذكر الله ونقول لا حول ولا قوة الا بالله 10 مرات، عشان طول ما احنا بنتفرج على الفيديو ده بنبقى بناخد حسنات. ما هو انتم ما تدخلوش عندي كده وما تاخدوش حسنات، لازم ناخد حسنات. واللايك بالله عليك تحط اللايك بيرفع الفيديو ل10 غيرك. حتى لو مش هتكملي الفيديو حطي اللايك، هيرفع الفيديو ل10 غيرك وهتكمليه لانك هتستفادي. يوميات ليلى بنت الريف لازم تستفادي منها. النهارده هنعمل فيديو جميل. الاول برحب بكل الناس اللي جت عندي جديده، اهلا بيكم وشرفتوني ونورتوني. اللي من داخل مصر ومن خارج مصر نورتوا القناه، يا رب ما يحرمني منكم يا رب والله العظيم. وكلامكم وتعليقاتكم ديت يعني بتفرق معايا جامد قوي. ربنا يكبر بخاطركم لان انتوا بتفرحوا قلبي فعلا. خليكم معايا عشان هنعمل فيديو حلو قوي، وحطوا اللايك عشان يرفع الفيديو، واللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. خليكم معايا وشوفوا الفيديو النهارده، فيديو جميل، فيديو تحفه. خليكم معايا. النهارده هنعمل ايه بقى؟ النهارده هنحول السمنه النباتي لسمنه زبده. ومش اي سمنه بقى، ده السمنه الفلاحي بتاعت ليلى بنت الريف. كتير عملوها على اليوتيوب بس بطريقتي دي حصري، اول مره هتتعمل على اليوتيوب. هعملها بطريقه ما تضرش ومش هعرض السمنه النباتي للحراره خالص. عشان ما انتوا عارفين ان السمنه النباتي لما بتتعرض للحراره طبعا بتضر، وفيها حاجات كتير بتضر الجسم، فمش لازم اقولها. وان شاء الله احنا هنتفادى كل الحاجات الخطر دي. انا هعملها بالطريقه وباللمسه الفلاحي، يوميات ليلى بنت الريف، يعني طريقه فلاحي، يعني سمنه زبده على اصولها. خليكم معايا عشان تشوفوا السمنه هتتعمل ازاي بطريقه حصري على اليوتيوب. خليكم معايا عشان تكملوا الفيديو. صلي على النبي كده وقولي بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها احنا هنحط الزيت. احنا هنحول السمنه النباتي لسمنه صناعي عن طريق الزيت الاول، لان السمنه النباتي لما بتتحط على النار انتوا عارفين ان هي بتبقى مضره. احنا حطينا الزيت، اي زيت بقى انت عندك، بس يعني كل ما يبقى زيت نضيف كل ما هتبقى السمنه احلى. دلوقتي انا حطيت كيلو زيت اهو، وديت قشطه. القشطه ديت انا محوشاها من على وش اللبن. ما عندكيش قشطه يبقى لبن حليب عادي. دي قشطه، يعني القشطه ديت لو انا ضربتها ضربتين كده هتبقى خلاص، هتبقى سمنه زبده. دول حوالي مثلا كيلو الا ربع قشطه. ما عندكيش قشطه يبقى لبن. هنحط القشطه دي في قلب الزيت وهنحطها على النار. بصي بقى، انا حطيت الزيت ده على النار اهو وفي قلب القشطه، وهنسيبها بقى تستوي مع نفسها كده بالراحه. يعني انا هسيبها على نار عاليه لحد ما اول تبتدي تغلي، الزيت يغلي كده هوطي عليها خالص، وكانك بقى بتسيحي سمنه زبده، كانك بتسوي سمنه زبده. وهقول لك السمنه الزبده طلعت قد ايه. يعني هقول لك حطينا قد ايه زيت، وحطينا قد ايه قشطه، وحطينا قد ايه سمنه نباتي، وطلعت معانا قد ايه سمنه زبده، والسمنه الزبده فيها بنسبه كام في الميه. هنعمل كل ده لما نخلص، وهقول لك على كل حاجه، وهقول لك على التكلفه، وهقول لك السمنه بكام كام في الميه طلعت زبده. يعني هقول لك على كل حاجه. خليكي معايا وتابعيني، ويلا مع السلامه. في الوقت ده الزيت ابتدى يغلى اهو بالقشطه. يعني هو تحس ان انت بتسيحي زبده اهو. عامل ازاي؟ والله العظيم ما تفرقيه تقولي ده دي زبده خالص. بصوا ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. جميله ما شاء الله، وريحتها تقولي ريحه سمنه زبده. في الوقت ده بقى هنحط معلقه ملح كبيره، معلقه ملح اللي هي صغيره دي بس مليانه، معلقه هرميه كده. الملح ده هيخليها تستوي ويخليها ما تلزقش في قعر الحل، وطبعا هيعادل الطعم. في
في الوقت ده بقى هعوضتي عليها خالص واسيبها كأني بسيح زبده، وكل شويه هبص عليها لحد ما تروق خالص، والمرطه ترقد تحت وكده وتبقى لونها ذهبي، والرغوه دي تنطفي خالص. خليكم معايا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شوفوا بقى السمنه بقت عامله ازاي. انا لما لقيتها في حاجه اسمها السمنه بلعه دي، عشان هي قشطه بيبقى فيها زي لبن كده زياده، ولو هتعملي اللبن برضو هتبقى بنفس الطريقه. اول ما تلاقيها دابت في بعضها كده وبقت شبه اللبن، هتعلي عليها وتقفي جنبها، ما تشيليش ايدك منها خالص وتنيتك تقلبي كده. هتعلي عليها شويه، في مسافه 10 دقايق هتلاقيها صفيت كده، والمرته رقدت في تحت، والرغوه خلاص راقت وبقت هي اهي. هي يا دوبك يعني شوف بقت سمنه زبده خالص اهي كده راقت. بس انا هستنى بقى لما المرته تستوي عشان تبقى سمنه مقدوحه، سمنه ان هي لو حطيتيها بره التلاجة ما تعفنش ولا يجرى لها اي حاجه. هنخلي المرته دي تبقى يعني زي الحبيبات الذهبي كده. وطبعا ايدك فيها ما تتشالش لانها بتشك بسرعه، لان ده زيت طبعا مش سمنه من الاول. تخلي ايدك فيها دي كده ما تشيلهاش خالص. واول ما تعلي النار ما تسيبيش النار وتروحي حتى تعملي حاجه، لا، خليكي قدامها كده لحد ما تصفى وتروق زي دي كده. تعالوا شوفوا هنعمل ايه تاني. بصي بقى كده الزبده استوت خالص اهي وراقت، والمرته رقدت في قعر الحله وبقت ذهبي. المرته بقت لونها ذهبي، والسمنه رقت خالص اهي كده، السمنه استوت. في الوقت ده بقى هنحط السمنه النباتي. السمنه النباتي اهي انا جايبه سمنه جنه، هاتي النوع اللي يعجبك، بس كل ما السمنه النباتي برضو بقت حلوه كل ما الزبده هتطلع عندك جميله. انا بحب السمنه الجنه دي، هي بتبقى صفرة. لو عايزاها سمنه زبده بيضه هتجيبي طبعا سمنه نباتي بيضه، حاجه زي كريستال او حاجه اللي هم بتبقى لونها ابيض دي. السمنه النباتي ديت يا دوبك هتسيح، بس انا مش هعرضها للنار، انا يعني كده خلاص هطفي، هسيبها تسيح بس في قلبها وهوريكم هعمل ايه. انا كده حطيت السمنه النباتي اهي. السمنه ديت كانت حوالي كيلو الا ربع. حطيت السمنه وطفيت على طول، يعني انا ما عرضتش السمنه الحراره خالص. انا حطيت السمنه وكده طفيت اهو. هي كده هتسيح السمنه، يعني حراره الزبده هتسيح السمنه في قلبها وكده خلاص. هسيبها تبرد وترسب المرته دي، واصفيها في برطمانات بقى، برطمانات ازاز معقمه. كده السمنه هديت اهي، هنعبيها بقى في البرطمانات. هي السمنه صفرة لان انا مستعمله السمنه النباتي صفرة. بسم الله ما شاء الله، رايقه وجميله ازاي. طبعا البرطمانات ديت مغسوله ومتعقمه، دي برطمانات ازاز. وطبعا السمنه الزبده بتتخزن في برطمانات ازاز مش بلاستيك. الازاز ما بيخليهاش تغير طعمها مهما غابت. يا بسم الله ما شاء الله، مطلعه كميه جميله. وريحتها بقى والله العظيم مش عايزه اقول لكم ريحتها عامله ازاي. ريحتها حلوه قوي قوي قوي. طبعا المرطه اللي طلعت ديت انا هحطها في المش. بصوا البرطمانات اتملت ولسه فاضل كتير ما شاء الله. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، دي الكميه اللي طلعت اهي. شايفين السمنه عامله ازاي ما شاء الله، رايقه وجميله وريحتها جميله قوي. هسيبها بقى تبرد وهوريها لكم ما تبرد، وعشان اوريكم الترميله بتاعتها. والريحه والله العظيم الريحه خطيره. طبعا دي المرته اللي طلعت، بس لو عايزه تاكليها خليها فاتحه شويه. انا مش هاكلها، انا عاملاها على المش. انا مغمقاها سنه كده عشان احطها على المش. لو عايزين نعمل لكم منها مش من البدايه خالص قولوا لي وانا اعمل لكم. انا هشيلها لحد ما لو في حد عايز مش من البدايه خالص خميره المش يقول لي وانا هعملها لكم. انا هشيلها اهوت لحد ما اشوف لو في ناس عايزه مش اعملها لكم مش. لو مش عايزين المش هحطها على المش اللي عندي، بتخلي ريحته حلوه قوي ولونه جميل. يا صباح الهنا والسعادة عليكم. النهاردة الجمعة، جمعة مباركة عليكم بإذن الله. السمنة أنا بيتها في التلاجة عشان بس تجمد وأوريكم الترميلة بتاعتها وجمال السمنة. والله العظيم النتيجة تحفة. هي طلعت لي 3 كيلو سمنة
في كمان برطمان صغير غير دول. طلعت 3 كيلو سمنه، من كيلو سمنه نباتي وكيلو ونص زيت وكيلو الا ربع قشطه. طلعت 3 كيلو. الكيلو السمنه الزبده بينباع بكام بقى؟ بينباع ب 270 جنيه. دلوقتي احنا لو هنحسب هتشوفي هتوفري قد ايه. 3 كيلو دول وهم سمنه زبده، وهم سمنه يعني زبده قبل ما تسيح، بيبقى 4 كيلو. هي بتخس حوالي كيلو، كيلو الا ربع. بصوا بقى عامله ازاي. عايزه اوريكم الترميله بتاعتها. الريحه بتاعتها تحفه، الريحه والله العظيم الريحه تحفه. بصوا بقى السمنه عامله ازاي. بس انا طلعتها، انا كنت صورت مقطع كده ولقيته ما بيصورش. هي فكت شويه كمان، طلعتها في الحر كمان، عندي المطبخ حر. بصوا بقى الترميله بتاعتها عامله ازاي. شايفين السمنه عامله ازاي؟ والله العظيم نتيجه مرضيه 1000000%. شايفين السمنه عامله ازاي؟ وتعينيها بره التلاجة سنه، سنه كامله ما يجرلهاش اي حاجه. بس تسويها بالطريقه اللي انا وريتها لك دي، وتخلي المرته نفس اللون اللي انا وريته لك كده. تخلي المرته اللون ده، عشان المرته ما بتبقى اللون ده بتطلع ريحه المرته في قلب السمنه، بتقضي على ريحه الزيت وريحه السمنه النباتي خالص. المرته باللون ده. شايفين عامله ازاي؟ اهي. خلوها باللون ده، ما تقوليش ان هي غامقه، لا انا عايزاها باللون ده عشان تقضي على ريحه الزيت وريحه السمنه النباتي خالص. ولو عايزين تاكلوا بيها برضو عادي، ولو عايزين نعمل لكم بيها مش برضو قولولي. شايفين السمنه عامله ازاي؟ شايفين السمنه عامله ازاي؟ ولو عايزينها سمنه زبده بيضه، هاتوا السمنه النباتي بيضه. هي دي صفرة لانها انا جايبه السمنه النباتي صفرة. جربوها والله العظيم طريقه جميله، جربوها ومش هتندموا. شايفين السمنه؟ والله العظيم. والريحه، الريحه وحياة ربنا سمنه زبده خالص. والله نتيجه مبهره مبهره. جربوها جربوها. انا مش هتنازل الا لما تجربوها، لانها بص انا نتيجه مرضيه 1000000%. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون بفيدكم. واللي لسه بيتفرج عليا لحد دلوقتي اتمنى تشتركوا عندي لو القناه عجبتكم. واللايك، اللايك بيرفع الفيديو. والسلام عليكم في رعايه الله مع فيديو جديد.